انت مش واقف، بس ممكن تكون بتتحرك في نفس الدايرة. دكتور جو براون في كتابها See Your Elephant بتقول ان اكتر حاجة بتعطل الناس عن امكانياتهم الحقيقية انهم يفسروا الدنيا من زاوية واحدة ومش شايفين الباقي. وفي نوع من الفيلة بيعمل ده بالظبط. هو مش بيمنعك تتحرك، لكن بيخليك تتحرك في نفس الدايرة، تفسر كل حاجة بنفس الطريقة، تحكم بسرعة، وكمان ترفض آراء تانية بسرعة وتقول لنفسك أنا فاهم، مع ان الحقيقة انك شايف جزء صغير بس. زي حد يحصل موقف قدامه ويفسره على طول، ده بيقلل مني، ده قصده كذا، ده مش بيحترمني، من غير ما يسأل نفسه ما ممكن يكون فيه تفسير تاني. المشكلة الأكبر إن عقلك بيحب كده، بيحب اللي متعود عليه حتى لو محدود. ليه؟ لأنه أريح، مفهوش مجهول، مفهوش شك، بس التمن إنك تفضل محبوس في نفس النتيجة. وخليني أوضح لك حاجة، مش كل اللي انت شايفه هو الحقيقة، ده تفسيرك انت للحقيقة، وفي فرق كبير بينهم. دكتور جو براون في كتابها See Your Elephant بتقول لو ضيق الأفق هو فيلك، انت محتاج هليكوبتر فيو، يعني كأنك راكب هليكوبتر كده وباصص على الصورة من فوق، بس برضه محتاج التفاصيل في نفس ذات المومنت. ما تهربش من التفاصيل بس ما تغرقش فيها، تشوف الكل وتشوف الجزء. دكتور جو براون عندها تمرين بسيط بس هيساعدنا في ان احنا يبقى عندنا توازن. هنكتب جوانب حياتنا الأساسية: العلاقات، الصحة، الشغل، علاقتنا بربنا، تطوير نفسنا، ونقيم كل جانب من 10. يعني هندي لنفسنا كام من 10 في الجانب ده، وبعدين نشوف الدايرة دي، العجلة دي بتاعتنا، هل هي متوازنة ولا لأ؟ أنهي جانب اللي محتاج أعمل فيه حاجة عشان يحصل التوازن ده؟ الهدف من التمرين مش إنك تصلح كل حاجة في نفس الوقت، الهدف منه إنك تشوف الصورة كلها. وسؤالي ليك النهاردة، أنت فعلا شايف الصورة كلها ولا شايفها من زاوية واحدة بس؟ ممكن يكون ده فيلك.